السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو لايكات اكتر. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج الحمل. بس قبل ما نبتدي حبايبي ياريت نصفي النية وندي لنفسنا طاقة ايجابية ونسمي بسم الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله برج الحمل. قراءتك النهارده بتاريخ 22 اغسطس 2022 يوم الاثنين. ما نلتزمش خالص بالتاريخ، بقدمه لكم مصداقية للقناة ولكن طاقتك مفتوحة ليك. برج الحمل شايفة ان البعض منكم انت مجتهد في شيء، مجتهد في عملك، مجتهد في حاجة انك انت انها تتم ليك او كده، مجتهد فيها انها تكمل ليك. اذا كان في عمل او من اي ناحية يعني للبعض منكم، ولكن شايفة انك انت هنا منتظر بعد اجتهادك ده شيء. يعني انت بتجتهد ومنتظر بقى، مستني اللي هتحصده بعد الاجتهاد ده. فان شاء الله برج الحمل ربنا ينحي يديك على قد تعبك ده وعلى قد مجهودك اللي انت بتبذله يا برج الحمل. برج الحمل عندك حرف الاف، وحرف الاف ده للبعض منكم ده حرف من حروف اسمك او حرف من حروف من اسم يعني شخص انت تعرفه. البعض منكم ما ينطبقش عليك خالص، ولكن الحرف ده موجود هنا عندك حرف الدال، حرف الحاء، حرف السين، حرف الشين، العين. الحروف ديت موجودة برضو عندك، لا تخص اسمك لا تخص اسم اشخاص حواليك يا برج الحمل. برج الحمل شايفة انك الفترة دي عندك نقاشات كتير قوي يا برج الحمل. يعني ممكن تكون انت بتناقش مع اشخاص او مع شخص، ممكن تكون مع شخص بتتناقشوا كتير مع بعض، او يكون اشخاص عموما بتتناقش هنا وهنا وهنا. شايفة ان البعض منكم بتمر بنقاشات. دي الطاقة التانية ان للبعض منكم هنا انت ضد النقاشات الفترة ديت، مش مستحمل اي نقاش مع اي حد، ما عندكش يعني القدرة على انك انت تعاتب او تتكلم او تناقش او يعني شايفة انك انت وصل لمرحلة اللي عايز يمشي يمشي، انا تعبت. فشايفة ان البعض منكم بتتعامل بالطريقة ديت يا برج الحمل. برج الحمل شايفة انك انت هنا ان في اشاعات عليك، اشاعة عليك، مش انك انت يعني اشاعة ان هي تمسي سمعتك وحاجة، لا، هي الاشاعات اللي يعني هي ليه اشاعات لانها مش صحيحة. يعني بتلاقي كده مثلا حقاد، اشخاص بيكرهوك، بيطلعوا عليك اشاعات ان مثلا اي حاجة انك انت فيك وهي مش فيك، بالعكس بل هي فيهم هم. ولكن دي اشاعات، هم قاعدين فاضيين لاشاعات عليك. يعني هم عايزين بس يوحشوا صورتك وخلاص، او عايزين يصدقوا يعني هم عايزين يصدقوا انك انت فعلا بالصورة ديت. فخليهم. يعني هي انا شايفة كمان ان للبعض منكم ان في الاشخاص ديت او الشخص ده عموما، ان هو كل ما بيتكلم عنك ان في اشخاص تانية بتكون عارفة ان دي اشاعة، عارفة ان هما كدابين او عارفة ان الشخص ده كداب. طب انا هقول لك على حاجة برج الحمل، اني شايفة ان في طاقة هنا ان للبعض منكم ان الاشخاص اللي هما بيقعدوا معاهم وبيتكلموا عنك، الاشخاص دول زيهم مش بيحبوك بس، وهم مثلا في شخص كده مثلا بيكرهك والشخص التاني برضو نفس الكلام. ففي شخص منهم بيجي يتكلم مع التاني عليك، من الاتنين بقى مش بيحبوك، فيجي يتكلم مثلا يقول عليك حاجة فهي مش فيك. عايزه اقول لك ان الشخص اللي هو كمان بيكرهك ده هو بيبقى واثق ومتاكد ان الكلمه دي مش فيك، او الحاجه اللي هو بيتكلم عنها الشخص التاني ده مش فيك، بس هو بيحاول ان يصدق ليه؟ لان هو بيكرهك، وما بيكرهكش غير اللي هو انت احسن منه. يعني ما ينفعش حد يكرهنا وهو احنا مش احسن منه، صح؟ فشايفه اني في طاقات من ديت مع البعض منكم بتمر بيها برج الحمل. برج الحمل شايفة انك انت بتتعامل مع شخص لا مبالاة، شخص عديم اقول لك عديم ايه؟ طيب والله برج الحمل انا ما عارفة اوصفه. هو شخص لا مبالاة، عنده برود، يعني ما اقولكش يعني برود فظيع. الشخص ده
انت مهما تعمل ومهما تدي من طاقة، مهما تدي من استحمال، مهما تدي من فلوس وحاجات كتير قوي قوي قوي. يعني لو انت البعض منكم في فلوس كمان بتطلع، الشخص ده ولا هو هنا، انت ما بتعملش اي حاجة، انت هوا، انت ما بتعملش اي حاجة، ده بل بالعكس هو كمان بيستحملك. عايزة اقولك ان البعض منكم هيقول لا والله هو مش شخص واحد عن حضرتك، ده شخصين، ده شخصين بيتعاملوا معاك بنفس الكلام ده، مش بيتعاملوا معاك انت، هو في شخص يخصك انت قوي الشخص ده بيتعامل معاك كده، ولكن الشخص التاني هو ممكن يكون من الاقارب او من دمك او محيط معاك في العمل، والشخص ده برضو لا مبالاه، بس اللي يخصك قوي قوي هو ده اللي تعبك. يعني الشخص اللي هو انت بقى رامي المسؤوليه عليك قوي ده، هو ده اللي تعبك يا برج الحمل. بس عايزه اقول لك ان هيكون في تحسن في حالك انت، مش هقولك انها في الشخص، بس هقولك ان في حالك انت هيكون في تحسن، لان انت تعبان من البرود ده. هيكون في تحسن، هيكون في عوض ان شاء الله. يعني دايما ادعي كده يا رب عوضني خير على الصبر اللي انا فيه ده، فان شاء الله ربنا هيعوضك. خليك لحوح في دعائك يا برج الحمل، فان شاء الله ربنا هينول لك اللي انت عايزه يا برج الحمل. برج الحمل شايفه ان للبعض منكم ان في حد سند ليك او حد ساكن معاك، اذا كان جار او يكون اقارب معاك في البيت. عايزه اقول لك ان في شخص او اشخاص معينه اتغيرت معاك فجاه، او ممكن تكون انت اخد عليهم ان هما فجاه يقربوا منك، وفجاه تلاقيهم كده اخدين عزله من يعني منك. اوكي، فشايفه ان في حد هنا بيتعامل معاك بالطريقه ديت يا برج الحمل. بس شايفه بقى يا برج الحمل ان انت خلاص بقى عندك ايه، لا مبالاه برضو، اللي هو ايه، انك انت ما بقاش فارق معاك حد، اللي عايز يقرب مني يقرب، طاقتك نفذت خلاص. اللي عايز يقرب مني يقرب، اللي عايز يبعد اهلا وسهلا، الباب يفوت جمل. ما بقاش عندك القدرة انك انت تتكلم ولا تشرح ولا تفسر ولا اي حاجة، اللي شاكك يشك، اللي يزعل يزعل، اللي زعلان يولع. فانا شايفة انك انت وصلت للمرحلة ديت، انت فيك اللي مكفيك، يعني انت بتقول انا في اللي مكفيني، فانا اللي عايز ياخد مني موقف ياخده واساعده كمان فيه. انا شايفة اني انت في الطاقة ديت برضو برج الحمل. برج الحمل شايفة ان للبعض منكم حد بحرف الالف محيط بيك، الشخص ده يعني حد في اسمه حرف الالف خافي عليك حاجة، وللبعض منكم انت شاكك انك هو خافي عليك شيء، ده للبعض هتنطبق بكل قليلة. عايزة اقولك لو انت اللي بالحرف ده في اسمك يا برج الحمل، فشايفة ان في حد شايفك ان انت خافي عنه حاجة، حتى لو انت مش خافي عنه حاجة، او يكون انت بالفعل خافي على شخص شيء يا برج الحمل. بس شايفة ان بكل قليلة منكم ان الخفيان ده اذا كان منك او من شخص في عند، يعني في عندي لما يكون انت خافي حاجة عن حد عند، او حد خافي عن حاجة عنك عند، فاهمين؟ بس دي بكل قليلة، ولكن طاقة الخفيان عموما دي يعني بنسبة كبيرة برج الحمل. وتعالى نشوف فنجانك هيقول ايه ان شاء الله خير. اللي محطش لايك بليز بعد اذنكم برج الحمل حطوا لايك. برج الحمل في حد عايزك تقول حاجة عن لسانك انت، من لسانك انت، بس انت اعترضت او هتعترض، لان الطاقة دايما بتكون للبعض منكم مريت بيها، لا بتمر بيها يا برج الحمل، لا طاقة مريت بيها، لا بتمر بيها، لا هتمر بيها برج الحمل. طيب عندك هنا برج العذراء موجود يا برج الحمل، وده ممكن تكون انت بتمر بحاجة مع برج العذراء، او كنت بتتمر بحاجة مع برج العذراء. شايفة كمان ان للبعض منكم هنا اني انت دعيت على برج العذراء، او يكون برج العذراء دعا عليك. فشايفة ان هنا لو في موقف بينك وما بين برج العذراء، فشايفة ان هنا في حد دعا على حد فيكم، لو في حاجة يعني بتمر بيها، غير كده تكون مش طاقتك خالص. كمان شايفة هنا برج الحمل، شايفة هنا ان في خداع، انت مريت بخداع من شخص، في حد خدعك، مش شرط يكون خدعك من الناحية العاطفية، ولكن ممكن يكون خدعك عموما في شخصيته، خدعك في تبته معاك، خدعك في حاجة، خدعك في شيء، خدعك نصب عليك في حاجة، الله أعلم. لكن هنا شايفة ان في طاقة خداع هنا انت مريت بيها. كمان شايفة يا برج الحمل ان البعض منكم الخداع ده من الناحية العاطفية انت مريت بيه، ولكن مش هتمر بيه.
برج الحمل شايفة ان هنا في طاقة خطاب، بس كان فيها كلام خطأ، كان فيها خطأ، او طريقة الخطاب نفسها مع حد كانت خطأ، اذا كانت منك او من شخص. في هنا اسم نجلاء يا برج الحمل، واسم نجلاء ده ممكن يكون ده اسمك او اسم شخص تعرفه او اسم تقابله في الايام القادمة لو مش موجود عندك يا برج الحمل. في هنا اسم خطاب او حاجة، الاسم ده برضو لو مش موجود عندك ممكن تقابله في الايام القادمة، او يكون ده اسمك او اسم شخص انت تعرفه. برج الحمل شايفة ان للبعض منكم مشتاق، مش هقولك لشخص، مشتاق، هو البعض منكم مشتاق لشخص، ولكن عايزة اقولك ان البعض منكم مشتاق للراحة، او مشتاق لأيامك القديمة، مشتاق للماضي، مشتاق لحياتك، للراحة النفسية اللي كنت فيها، او راحة البال اللي انت كنت يمكن تكون وانت صغير، عشان بعض منكم يقول لي انا بقالي كتير قوي انا مش مرتاح يا هنا. هحب اقولك ان البعض منكم يمكن تكون انت عايز ترجع بيبي صغير تاني يا برج الحمل، من كتر اللي شفته مشتاق للراحة النفسية يا برج الحمل. ان شاء الله ان شاء الله تنولها يا برج الحمل الراحة النفسية بأمر الله. برج الحمل في حاجة انت بتقول عليها كفاية، بس عندك امل، او فنجانك طالب منك ان يكون عندك امل، ما تقولش كفاية، او في حاجة للبعض منكم انت خلاص كفيت منها قلت كفاية بقى، وشايفة ان ممكن يكون بعد ما انت ما خلاص يعني اكتفيت منها، بس بقى عندك امل بعد ما انت خلاص ممكن تكون فقدت الامل، ولكن الامل رجع عند البعض منكم او هيرجع ليك تاني يا برج الحمل. برج الحمل انت عندك شك في خداع، انت شاكك في ان في شخص بيخدعك، عندك شك في ان هو هيخدعك او بيخدعك عموما، بس شايفة انك انت هتكون سريع الاكتشاف، او كنت سريع الاكتشاف، او انت عايز بسرعة تكتشف شيء. بس شايفة برج الحمل ان البعض منكم اكتشافك ده في انتقام، يعني لو انت اكتشفت حاجة، بس لو انت اكتشفتها يعني الطاقة دي لو عدت على البعض منكم وانت اكتشفت شيء، فشايفة ان جواك انتقام يا برج الحمل. بس مش بقولك انك انت هتكتشف، لا انا بقولك انك انت لو اكتشفت والطاقة دي مرت على البعض، لاني طبعا الطاقات بتمر على البعض والبعض الاخر لسه او مش بتمر على البعض. اوكي، عندك تيسر من ناحية شيء انك تتأمن فيه، عندك تيسر في امر انك تتأمن منه او تتأمن من شخص. برج الحمل في شخص كده انت عايز تراقبه او عايز تكتشف عنه حاجة، او بتحاول ان انت تفهم منه حاجة او بس انت مش عارف، خايف احسن هو يكشفك انك انت بتراقبه، انك انت بتبحث عنه، او شايفة ان في حاجة زي كده لسه ما وصلتش لحاجة. كل ما تيجي مثلا ان انت عايز تراقبه او انت عايز تعرف عنه حاجة، او بتخاف او لسه ما وصلتش. عموما عندك هنا رقم 34 ممكن يخص عمر البعض منكم او عمر شخص قريب منك، عندك 42، عندك رقم 30 31، الاعمار دي لاعمارك لاعمار شخص قريب منك. برج الحمل شايفه ان في تلاعب من شخص كان موقعك في حاجه قبل كده، في تلاعب منه. اوكي، يعني لو شخص كان موقعك في مشكله قبل كده او موقع بينك وما بين حد، ففي تلاعب مره تانية منه ممكن تكون انت وقعت فيها، او خد بالك يا برج الحمل. طيب فشايفه ان في حد طيب هتنطبق مع البعض منكم، كل قليل منكم الحرف ده، ولكن الحرف اللي انا هقوله، لكن مش معنى كلامي انها هتنطبق مع الجميع الحرف ده، ممكن يكون الحرف اللي انا هقوله ده حرف ايجابي مع البعض، ولكن البعض منكم بحرف الشين. اوكي، او للبعض منكم لو انت اسمك فيه حرف الشين، فممكن تكون انت كنت واقع في حاجه قبل كده من شخص تلاعب بيك ووقعك في حاجه، فخد بالك برضه. برج الحمل هو فيه اسم محمد، اسم محمد ده للبعض منكم هيكون ده اسمك او اسم شخص تقابله في الايام القادمه لو مش موجود، او اسم شخص انت عارفه.
دي الطاقة التانية بقى ان للبعض منكم ان في حد انقذك باسم محمد، انقذك من شيء، من ورطة، من وقعة، من مشكلة، من حاجة، حتى لو كانت دفاع. دي الطاقة التانية ان للبعض منكم ممكن تكون انت انقذت محمد ده من شيء، زي الطاقات اللي انا بقولها دي. طيب في طاقة تانية بقى ان للبعض منكم يا برج الحمل ان اسم محمد ده برج الحمل انت انتقصت منه هو شخصيا، مش انت نقصته ولا هو نقصك، لا انت انتقصت منه شخصيا. يعني ممكن تكون اتنجيت منه من معرفتك بيه، ممكن تكون ده من الناحية العاطفية، ممكن يكون بعيدا عن الناحية العاطفية، كان صديق، الجار، اي كان ايه هو، بس انت كنت انتقصت منه برج الحمل، عندك طاقة انقاذ منه. ممكن يكون الشخص ده سيء معاك ولكن انت لسه ما انتقصتش منه، بس عندك طاقة انقاذ من حد باسم محمد يا برج الحمل. طيب برج الحمل بكده انا خلصت قراءتك. طمنوني عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو مننساش شير ولايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهايه انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعاده والتوفيق في حياتكم. انتظروني في قراءه فنجان جديده. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. باي باي.